يلا هاتي كوبايتين دقيق وتعالي نعمل احلى حلو في البيت، وسهل جدا وفي 5 دقايق تكوني مخلصاه. كوبايتين دقيق كده بالمج بتاعك، الكوبايه اللي هتعايري بيها الدقيق هي نفسها اللي هنعاير بيها السوائل. كوبايتين دقيق كده ونركنهم على جنب، وبعد كده نجيب شفشق الخلاط وبنفس المج او بنفس الكوبايه نعاير كوبايه لبن، كوبايه الا ربع زيت، كوبايه سكر. انا هنا بحبها مسكره شويه، فحطيت كوبايه وربع سكر وعلبتين من الكريم كراميل. هناخد البودر بس وهنسيب الكراميل بعدين هنقول هنعمل بيه ايه. هنفضي بقى الباكوين اللي هما البودر و2 فانيليا، وهنبدأ نضربهم في الخلاط. يعني هنضربهم تقريبا بتاع 3 دقايق او 5 دقايق كده لحد لما السكر يدوب معانا خالص. شايفين قوامه عامل ازاي؟ جميل جدا. هنفضي بقى منه كوبايه، هناخد الكوبايه دي نعينها في التلاجة. هقول لكم دلوقتي هنعمل بيها ايه. وبقيه الخليط ده هنكسر عليه 3 بيضات، وهنرجع تاني نضربه في الخلاط. هنفضل نضربه برضو كمان 3 دقايق. هنرجع بقى للدقيق بتاعنا، نحط عليه ذرة ملح وكيس بيكنج باودر، وهنقلبهم كويس جدا. وبعد كده هنزل بالخليط اللي زودنا عليه البيض، وهنقلبه بقى زي ما انتم شايفين كده. قلبي الخليط في اتجاه واحد، بلاش تروحي وتيجي في التقليب، خليكي في اتجاه واحد علشان يطلع معاكي اي فراغات جوه العجينة. شايفين انا هنا بقلب في اتجاه واحد، بلم الجوانب وبقلب لحد لما الدقيق يختفي خالص. هنا بقى التركية الجميلة قوي اللي بتديكي ارتفاع للكيك حلو قوي قوي. معلقة الخل، معلقة واحدة بس خل على الخليط وقلبها كويس. طبعا ولا تشم ريحة الخل ولا تحس بطعمه ولا اي حاجة، ده محسن للكيك طبيعي. هنجيب بقى صينية مقاس 30 وهندهنها زبدة ونغلفها كويس قوي من الحروف ومن الأرضية. وهجيب شوية دقيق صغيرين خالص على ايدي، وهبدأ اعفر الصينية بتاعتي علشان ناخد أرضية كويسة كده للكيك. وهنوزع بقى الدقيق زي ما انتم شايفين كده، وهبدأ انزل بالخليط على الصينية. شايفين قوام الخليط عامل ازاي؟ ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنهبده هبدتين على الرخامة عشان نطلع اي فراغات فيه، وهندخله الفرن على درجة حرارة 180، فرن الرف الاوسط. وهنسيبها لمدة 25 دقيقة بالظبط. هتطلع معاكي احلى كيك زي ما انت شايفة كده. ما شاء الله لونها حلو قوي قوي. انا مشغلت الشواية ولا اي حاجة، انا كنت مشغلة النار اللي تحت بس. هنا بقى دخلت فيها الخلة كده وطلعت ناشفة معايا وزي الفل، يعني تسويتها مظبوطة جدا جدا. هنا بقى سبت الكيك بتاعي يهدى شوية ويبرد، يبرد شوية مش قوي يعني. واطلع الكوباية بتاعتي اللي احنا شلناها من الخليط وحطيناها في التلاجة. هناخدها بقى ونفردها على وش الصينية زي ما انتم شايفين كده، وهسيبها لحد لما تبرد تماما. ولما تبرد بقى هبدأ اقطعها زي ما انتم شايفين كده. وهجيب الكيسين بقى الكراميل اللي انتوا شايفينهم دول، وهبدأ ازين بيهم الوش بتاعي. حرفيا احلى صينية جاتو شاتو بالكريم كراميل، حاجة تحفة التحفة. دايبة دوب، طعمها خطير بجد والله، زي الجاتو اللي بنشتريه من بره بالظبط. حلوة قوي قوي وما خدتش مني وقت خالص. يعني ممكن في 5 دقايق تكوني فعلا حرفيا مخلصاها. شايفين؟ شايفين العلو بتاع الكيك عامل ازاي؟ ومش عايزه اقول لكم بقى على طعامته وطراوته، ما شاء الله هش ازاي. وشايفين الارضيه بتاعته تسويتها ممتازه. شايفين علو الكيك ما شاء الله. شايفين كده تحسوا ان الكيك مسامه متفتح كده مش مكتوم، وحاجه جميله جدا بسم الله ما شاء الله. شايفين شكل الكيك عامل ازاي؟ سفنجة يا جماعة، سفنجة ما شاء الله. شايفين اكيد الصورة موضحة وبتتكلم عن نفسها. شايفين وانا بقطع حتة الجاتو كده عاملة ازاي؟ حاجة خطيرة من الاخر.
الارضية جميلة جدا، مش محروقة مش لازقة، حاجة حلوة قوي قوي. في رعاية الله، سلام عليكم.